في نوعيات من الأمهات ما تعرفش يعني إيه لا هي أمومة، ولا تعرف يعني إيه، ولا بتعرف يعني إيه تربية، ولا بتعرف يعني إيه أخلاق، ولا بتعرف يعني إيه ضمير، ولا حتى بتعرف يعني إيه رحمة. وهتعرفوا اللي حصل والجريمة اللي تسببت فيها الأم، اللي هي يعني ملهاش أي مسمى. يعني لما تعرفوا الجريمة وتعرفوا الأم دي عملت إيه، هتعرفوا قد إيه إن في أنواع من الأمهات وأنواع من الزوجات وأنواع من البشر يعني تعدوا حدود حتى إن هم يبقوا حيوانات بجد والله يا جماعة. بس قبل ما نبدأ يا ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، واسالكم لايك دعما لينا، ونشوف رايكم في التعليقات يا جماعه. ونبدا عشان وقت حضراتكم. الموضوع بدا باسره مكونه من ام وبنت وابن. البنت الابن كبير ومسافر بره وعايش بره حياته ومتجوز وخلاص استقر بره وبتاع، وهم ناس كويسين يعني. والام جوزها كانت منفصله، ولما انفصلت جوزها توفى، يعني برضو كان بره وتوفى بره لانه كان انفصله وكان متجوز عليها وخلاص مستقرين يعني، وهو توفت بقت ارمله يعني. البنت هي على طول معاها يعني. فالمهم البنت دي كانت حلوه جدا، وكان بيجي لها انسان دايما كتير، بس هي كانت عايزه انسان محترم لان كانت بنت كويسه جدا، كانت بنت مؤدبه جدا جدا. فالمهم البنت دي جالها شخص تربيه رياضيه، عريس كويس محترم مؤدب، مبسوط، ابن ناس كويسه، مش مبسوط ماديا للدرجه اللي هو لا عادي، مبسوط يعني مرتاح. يعني ايه؟ يعني من الناس المستورين بس بدرجه اعلى من المتوسط يعني نسبيا. فالحياه جميله. فهي عجبت بيه جدا لان لقيته اولا ما لا بيشرب سيجاره ولا بيشرب اي حاجه ولا بيدخن ولا ليه عارفين طبعا ولا برشامه كده ولا بيسهر ولا كاس. اقصى حاجه بيعملها ان هو مع اصحابه على القهوه لو بيقعدوا بتاعي يضحكوا ويهزروا، الكلام ده طبيعي كلنا كده يا جماعه. فالمهم هي اعجبت بيه جدا لانه في جميع الشيء اللي كانت بتتمناه، لان كان بيجي لها ناس اغنى منه بكتير، لكن اللي بقى بيشرب، اللي دلوع، اللي بقى عايش الدور بعربيه والكلام ده. فهي كانت عايزه انسان يعني زيها، يعني عنده آلية انه عايز يستقر ويفتح بيت بطريقه جميله وبطريقه مستقره، بطريقه يعني زي ما تقولوا ايه، بطريقه طبيعي ان الانسان جاي يفتح بيت فلازم يختار حد اهل انه يفتح بيت، مش عشان معاه فلوس او غير فلوس، لان البيت بيتفتحش بفلوس يا جماعه. البيت بيتفتح اولا بمعامله كويسه، البيت بيتفتح بموده ورحمه، البيت بيتفتح باساسيات المعرفه كزوج عارف حقوق، كزوجه عارفه حقوقها. فلما بتجتمع الحاجات دي بيبقى البيت مستقر، مهما كان فيه مشاكل ومهما كان فيه ضغوطات ومهما كان فيه زنقات، فالبيت كده كده بيكمل وبتتحل المشاكل وبيستقر وبيكمل. بس وهي دي كانت عقلية البنت، كانت عقلية جميلة. بس أمها للأسف كانت ست وكانت أم يعني زي ما تقولوا إيه، حقيقة قوي يعني، مش حقيقة لا يعني إيه، بتحب قوي تشوف نفسها ولبس، وكان دايما مختلفة مع بنتها في الموضوع ده، وبنتها كانت مختلفة معاها. يا ماما انت كبيرة، عيب، بلاش تلبسي اللبس ده، بلاش تطلعي كده، بلاش تعملي طريقة حواجبك كده، بلاش تلبسي كده، مظهرك كده اوفر، العباية ضيقة قوي. يعني كانت دايما مع خلاف مع امها طبعا كانت على طول معاها. المهم فاول ما جه العريس هي امها نفسها اتبهرت بيه، التربية الرياضية، جسد وقوة ولا سجارة، هي نفسها امها شافته. بس كان هو اكبر من البنت بكتير، يعني اكبر منها بحوالي 7 سنين. المهم جه مع اهله. لما جه الاول لوحده معاه يعني الناس المعرفه اللي جايه عن طريقهم كانوا جيرانهم، بعدين اتفقوا، وبعدين قال لك ماشي، وبعدين قال لك انا هجيب اهلي. جيب اهله فعلا وقعدوا واتفقوا ورحبوا، وهي رحبت بيهم جدا كأم، وهي البنت رحبت بيهم جدا، وطلعوا ناس محترمين والحياه مشيت جميل جدا وسجال. المهم جت الام لما كان بيجي لما ارتبطوا وقروا فاتحه وبعد كده لبسوا دبل، فجت بعديها اللي كان بيجي البيت، فكانت الام دايما تبص له بصات غريبه، تتبهر بيه، تيجي مش عارف تطبطب عليه، تقول له ده انت هتبقى ابني التاني. فالمهم كانت دايما شايفاه غير انه خطيب بنتها خالص. فجي في بعض الاوقات او جه في اوقات بتبقى البنت مثلا بتعمل اكل جوه، او بتعمل مثلا حاجه جوه ليه، او لسه ما ظبطتش نفسها عشان تدخل تتكلم معاه او حاجه. فكانت دايما الام تيجي تقعد معاه تكلمه وتقول له وانت وشعورك واحساسك وانت رياضتك. الواد لقى الام بتتكلم بطريقه غريبه، فابتدى يبص لها بصه غريبه، ابتدت هي تبص له بصه طمعانه فيه، ابتدت تطمع في الانسان ده، تطمع خطيب بنتها، تبص له بصه، ابتدت تحس بيه، ابتدت الكلام يتلون، ابتدى هو مش عارف، هو طبعا ما عندوش تجارب وغلبان برضو
على الله حكايته زي ما بيقولوا كده، ومؤدب زي بنته، فمالوش في الحد. ابتدى يحس هو احساس غريب. طبعا ابتدى ينساق ورا كلامها ورا شعورها. فالمهم جت هي قالت له كده بنفس اللفظ، قالت له انا عايزاك في موضوع مهم، ما تكونش البنت هنا عشان خاطر ايه، تبقى مهم وتبقى عارف الموضوع ماشي ازاي، وتبقى عارف حاجات عن بنت معينه. فقال لها طب اعمل ايه؟ قالت لما تكون البنت هتيجي كمان كام يوم هتنزل، عشان هي بتشوف، كانت هي البنت بتدور على شغل مثلا، هي كانت عايزه ايه زي تشغل وقتها وتشتغل. فالمهم في الوقت اللي هتنزل فيه هرن عليك تيجي. وطبعا وقد كان جه بعدها بكام يوم فعلا رنت عليه فجه. فهو بتخبط فبيفتح الباب فلقى حاجه زي ما بيقولوا كده عروسة المولد، زي ما بيقولوا كده، حاجة تزويق ومتزوقة على سنجة 10، ولابسة لبس بقى ايه، كل حاجة فيها تكاد تكون ظاهرة، يعني كل شيء فيها يكاد تكون ظاهرة بتضيق اللي هي كانت لابساه. فالواد دخل زي ما بتقولوا ايه، شاب ومش كبير، صغير ومالوش تجارب، فاتبهر او زي ما تقولوا اتخطف من منظر. فالمهم اول ما دخلت سحبته من ايديه، تعالى اقعد. فالواد طبعا ابتدى يعرق، خد اشرب ده. ايوه يا طنط. يا طنط ايه بقى؟ مفيش طنط، وبعدين الفرق بيني وبينك مش كبير، انا الفرق بيني وبينك كام سنه يعني. هو فعلا كان اكبر من بنتها بكتير، بحوالي 8 سنين، والفرق بينهم حوالي برضه بتاع حوالي 8 سنين او 10 سنين برضه. فالمهم ابتدت تكلمه، تقول له الوحده وانا وحيده وشعوري، وتعمل عليه كده. فالواد لقيه راح، الواد ابتدى ايه يروح بصراحة يعني. ده اللي حصل. فمرة الواد خلاص، ما يعني زي ما تقولوا سلم نمر، فقامت جاية واخداه وعملته بقى كأنها ايه، الحياة ومضغوطة ومحرومة وما فيش حد يطبطب عليا، وبنتي مش عارف بتعاملني معاملة وحشة. فابتدى بقى ايه تجر واحدة واحدة. فالمهم حصل بينهم علاقة. طبعا الواد اكنه مسحور، لان ده شاب وهي عرفت تلعب على غريزته كويس قوي. وهي كانت في الوقت ده يعني زي ما بيقولوا كده، الست في اوقات بتبقى الست في اوقات معينه لما بتوصل لمرحله يعني وضع بالذات العمليه النشوه والحاجات دي كلها بتبقى في قمه الجنون. بس وقد كان فحصل بينهم العلاقه. فالمهم الولد بعد ما خلص وهي خلصوا، ايه ده مش ايه ده ينفع اللي حصل ده؟ اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ المهم قالت له ما تقولش لحد. فالمهم الولد زي ما تقولوا ايه، او خطيب بنتها زي ما تقولوا اتخض وظبط. قالت له طب انت بقى تمشي دلوقتي عشان خاطر ايه البنت جايه ونبقى اكلمك تاني. فالمهم جه طبعا مشي، وابتدى الموضوع معاه يتلخبط، وابتدى يبقى متلخبط. بس في نفس الوقت حاجه كان جديده، او هي عملت حاجات الواد ما كانش يعرف اي حاجه. فحس ان هو يعني زي ما تقولوا كده الشيطان بيكمن في التفاصيل. فحس ان هو عايز تاني. او لما الحاجه زي كده الشاب لما بيبقى خام مش عارف اي حاجه بيتداركها او بيفعلها، بيعتمدها فيها او بيبقى عايزها اكتر. فالمهم بقت ترن عليه وقت ما هي مش موجود، بقى يجي. كان الاول هي كانت تجره، دلوقتي بقى هو بقى اللي يجي طب عليها، يمسك يعمل تجره. فاصبح ما بينهم علاقه كامله وعلاقة مستمرة، مرة في 2 في 3. فالمهم البنت وهي بتقعد معاه ابتدت تشعر بحاجة غريبة جواها، يعني بينهم من بعض. ابتدت تحس انه بعيد عنها من جواها، يعني هما بيتكلموا وبيتفاهموا. ابتدت تحس انه شارد، وكل كلامه مع امها، كله كلامه مع ام البنت او وضعيته او شرطه. فابتدت تقول له في ايه، انت متغير ليه، انت في إيه؟ لا ما فيش حاجه، انا بس عشان الشغل، وعشان بس في حاجات في الشغل مضايقاني، بس انا ان شاء الله هبقى كويس. فالمهم البنت استغربت وابتدت تقول له ما انا بصراحه حاسه انه متغير، حاسه ان في حاجه. قلت لها يا بنتي شوف بقى الام، شوفي تعمل ايه. يا بنتي شكله كده مش مظبوط، وشكله كده دخلته علينا كانت غير حقيقته وابتدى يظهر اهو. فالمهم البنت استغربت من كلمه امها، فما اقتنعتش بيها لان كان دايما مختلفه معايا. قلت لها مهما كان انا بصراحه يكفي ان هو محترم، ويكفي ان هو متربي واهله كويسين، انا هعرف ازاي. فامها بتعمل المستحيل عشان تبوظ ايه الجوازه دي او ما يكملوش مع بعض، بحيث ايه عايزه تستفرد بيه، عايزه تمتلكه كشاب، تاخد منه كل شيء، وتاخد منه شبابه، وتاخد منه صحته، وتاخد منه كل شيء هي محتاجاه بالرذيلة بأسوأ شيء وبالزنا. ومش بس كده، بأسوأ حاجة ان ده خطيب بنتها، ان ده شيء. تخيلوا يا جماعة لما بنتها تعرف هيبقى كسرتها عاملة ازاي. وقد كان بعض الايام طبعا كان البنت نازلة فبتتصل بيه، فكان بيجي. فالبنت زي ما تقولوا راحت الشغل، فلقت زي ما عملت مشكلة،
فرجعت في نفس اللحظه، يعني هي بتتصل بالراجل اللي هي بتشتغل معاه، فالمهم ايه، حصل دروب بينهم في التليفون لسه، فرجعت تاني كانت مانيش رايحه، كان بتدخل بتفتح طبعا امها قافله من جوه اللي هو بالقفل، بحيث عارفه لو جت وفتحت ما يفتحش معاها عشان ما تشوفش المنظر. فالمهم جت قعدت تخبط وتخبط، مفيش حد. امها طبعا لما سمعت تقول لها مين، طلعت هي معاها طبعا خطيبها جوه. تعمل ايه؟ المهم خبته لغايه ما دخلت وقالت لها ادخلي غيري عشان الاكل بتاعها، فمتغير من هنا. فهي عرفت ازاي بقى يا جماعه، الشخص ده او خطيبها كان ليه برفان معين، كان بيحط برفان معين، فالبرفان ده كان مميز جدا. فاول ما جه مشي او لبس هدومه وجري على طول، هي لما خرجت فشمت ريحه البرفان اللي على طول بتشمها. فبعدين بتقول لها هو في ايه، هو في حد كان هنا، هو خطيبي كان هنا، اصلا انا شم ريحه برفانه. فالمهم امها ذكيه برضو، قالت لها ده جه، كنت قلت له هات لي طلب فجاب لي طلب بصراحه، الله يبارك له والله يكرمه، وجه ونزل على طول. فالمهم هي زي ما تقول ايه، ابتدت تحس من لون امها وشكل امها وشها متغير ومخطوف في حاجه، وتحس ان هي مش مظبوطه. ابتدت تشك ليه؟ لان امها متغيره، والشخص اللي هو خطيبها في اخر كام مره من ساعه لما بدا معاها علاقه متغير وشارد معاها، ومش عارفين يتكلموا مع بعض. المهم بنتها تعمل ايه؟ قامت جايه عامله حركه برضو، قامت جايه حاطه تليفون، والتليفون صوت، وحطاه بحيث ان هو مشغله الصوت قبل ما تنزل، وسايباه خالص مخبياه، ونزلت. وقد كان يا جماعه، هي نزلت من هنا وهو في احد المرات جه، وطبعا ابتدوا يتكلموا، وتعالي وروحي واقلعي والبسي والكلام ده كله. طبعا هي لما جت قعدت بقى، خدت التليفون وابتدت تشغل، فسمعت كل حاجة، فما قدرتش تستحمل، فدخلت في صدمة سكون، مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة ايه اللي حصل. ده سمعت بودانها اكنها كانت معاهم، حست بنفسه، وحست بتاع، يعتبر شافت كل حاجه باللي سمعته من كلام، من تنهيد، من حاجه، يعني الحاجات دي كلها يعني يعتبر شافت كانها كان معاهم في العلاقه. فالمهم تعمل ايه، هي ما كانتش بتحب امها للدرجه الجامده، فكرهت امها اكتر لدرجه انت، فتعمل ايه، مش عارفه تعمل ايه. تقول لاخوها اللي متغرب برضه مش هيعمل حاجه. فللاسف كرهها لامها، الكره اللي جواها لامها قلب لحقد وسواد، بقت حست بسواد، وحست بضغينه. فالمهم الشيطان زي ما قلنا قبل كده في اول الحلقه بيكمن في التفاصيل، الشيطان بيكمن في التفاصيل يا جماعه. فالسواد اللي اتقلب عليها، فالشيطان جالها وقال لها ما تتخلصي منهم هما الاتنين، واستفادي انت، هو خاين وامك خاينه، تستاهلش انها تعيش، دي ضرتك، دي باعتك، دي دمرتك. المهم قررت ان هي تخلص منهم هما الاتنين. هي كانت شغاله يا جماعه، عشان بس اللي ما كنتش قلت، هي كانت شغاله في صيدليه، فالصيدليه دي هي عارفه تركيبات وحاجات لو حطيتها على بعض، في مثلا في شاي، في عصير، في اي حاجه، دي ممكن تموت على طول او بتسبب الوفاه. قد كان جابت الحاجه دي، وكان في عصير عاملاه، وعارفه ان هو هيجي، وعارفه ان هي بتعمل حاجه زي، فحطت العصير بحيث لما يبقى يجي يشربوه الاتنين، وهي هتكون في الشغل، فايه يحصل ان مفيش حد يعرف اي حاجه، اتعرف ازاي واتقبض عليها ازاي يا جماعه. المهم فعلا اللي خططت له، هي حطت العقار ده في العصير، ونزلت راحت شغلها، وقد كان هو جه قدمت له العصير، وهي الاتنين شربوا منه، وللاسف ان هما الاتنين ماتوا في وضعيه، يعني يا جماعه انتوا لكم ان تتخيلوا معايا الموقف، ولكم ان تتخيلوا معايا اللي حصل. الاتنين ماتوا في وضعيه زنا كامله او علاقه كامله، فدي لك وانت خاطبها مع امها في وضعيه كامله. المهم هي عايزه تثبت الموضوع ده. فالمهم جه طبعا، هي ما تعرفش ان عارفه ان في كاميرات، ما كانتش واخده بالها او مش عامله حسابها. ودايما بنقولها في كل جريمه، بنقولها يا جماعه، وكل قصه بنقولها، ما فيش حاجه اسمها جريمه كامله. الجريمه الكامله دي مش موجوده ابدا في الوضع الجنائي، لازم يكون في حاجه. ودي القاعده الالهيه على فكره، دي مش قاعده دنيويه، لا دي قاعده الهيه، ما فيش حاجه اسمها جريمه كامله. المهم جت، كان في كاميرات موجوده اثناء وهي بتعمل العقار ده بتتصور، هي ما كانش في دماغها خالص. فلما جت طبعا جه اللي بص وصوتت، وجات الشرطه، والاتنين لموا الحاجه، وطبعا عائله الولد جم وشافوا الموقف واستغربوا الوضع، وهي مش عارفه تعمل ايه،
وطبعا عملت انها حزينة وعملت انها مصدومة وعملت الشويتين دول. لكن لما جم عايزين يعرفوا سبب الوفاة، الاتنين في وضعية غريبة، مش ده اللي يتسبب في الوفاة، يعرفوا قتلوا بعض مثلا او ايه اللي حصل. فالمهم اثناء وهم بيشرحوا عشان يعرفوا سبب الوفاة، عرفوا ان هما الاتنين شربوا اخر حاجة عصير، والعصير ده كان بيحمل مادة غريبة او عقار غريب، عقار غير مفهوم. فالمهم طبعا هي شغاله في صيدليه، فجه طبعا لما جه الموضوع واتعرف موضوع العقار، موضوع الحاجات، فجت موضوع للشرطه، وبفطنه الشرطه، ودايما بقولها كده بفطنه الشرطه، لما عرفوا انه شغالين بصيدليه ابتدوا يدوروا ويبحثوا العقار ده جه منين. ابتدت الكاميرات تشتغل. فالدكتور اللي كانت شغاله معاه اللي هو موجود في الصيدليه، اللي هو صاحب الصيدليه، جه دايما بيراجع الكاميرات على فترات، فجه لقاها بتعمل تركيبه او بتعمل عقار او بتعمل حاجه زي كده. فلما اكتشف الموضوع ده، اكتشف العقار ده، راح بلغ. جت الشرطه استدعتها وواجهتها بالعقار، وواجهتها بالفيديو والمقطع اللي كان موجود في الكاميرات، وبالتالي واعترفت بكل اللي حصل. والسبب ان هي امها اخدت خطيبها وغررت بيه، وخطيبها وافق بالوضع، والاتنين كانوا بيمارسوا الرذيلة ومن وراها، وهي كانت بتعمل المستحيل عشان خطيبها ده تبعدوا عنها عشان تمتلكوا تاخدوا ليه هو بس. وقد كان. واتحكم عليها يا جماعة ب15 سنة سجن. حكم عليها ب15 سنة سجن اشغال شقة بسبب اللي هي عملته، لان هي ما كانتش عايزة تتخلص منهم. هي بتقول كده، كلامها كان كده، يعني ان هي عايزاهم يبقى مغمى عليهم ويبانوا ايه في الوضعية دي ويتفتحوا. لكن الموضوع ما كانش كده، العقار كان اصلا يموت، وهي دي النتيجة الحقيقية اللي خلتها تاخد الحكم ده. وطبعا عشان الدافع القوي اللي هو دافع العلاقة والرذيلة اللي كانت موجودة بينهم، فده كان دافع قوي ادى للقاضي المبرر ليها انها ما تاخدش الاعدام، لان الدافع ده كان قوي جدا جدا، دافع زي ما تقولوا الخيانة، وخيانة بطريقة غريبة. وهي دي قصة النهاردة وجريمة النهاردة. والرسالة يا جماعة، الرسالة الام دي رسالة لأي أم، إلا بنتك بلاش تطمعي، بلاش تطمعي مهما كنت صغير ومهما كنت محتاجة. بلاش تدوري على الغلط، دوري على الحلال. الحلال كتير موجود، في مليون واحد شاب محتاج إنه هو نفسه يتجوز. تقدري تشوفي أي إنسان محترم، تقدري تشوفي أي إنسان إنسان عايز يفتح بيت، أو إنسان على الأقل عايز يتجوز، عايز يستقر. تقدري وإنتي ست مقتدرة تقدري تدوري على واحد محترم، على شاب محترم، على راجل محترم، على ايا كان، تختاري براحتك ورسمي قدام الناس، ويبقى انت عشتي حياتك باحترام وخدتي اللي انت عايزاه، وبتمارسي حياتك الطبيعية، وكل ما تحتاجيه موجود على مرمى ومسمع اولادك وعيلتك ومكانك وسكنك وكل حاجة. حلال. الحلال جميل يا جماعة، بس للأسف لما الشيطان بيكمن في التفاصيل، وبقولها تاني، الشيطان بيكمن في التفاصيل، بيزين الحرام، بيخليه أكن الحرام ده أجمل من الحلال مليون مرة. ليه زهوة؟ دايما الشيطان، أو دايما الشيطان بيميز للحرام وبيهيأ له إنه هو أجمل من الحلال لسبب واحد بس، لأن لو الناس ادت سنة عقل أو ادت سنة تركيز هتعرف إن الحلال هو أجمل حاجة ليه لسبب، لأن أي شيء بيحصل قدام الناس فهو قمة الجمال، وهو قمة الإنسان بيبقى مبسوط. بيبقى مبسوط ليه؟ لأن محدش ماسك عليه حاجة. بالظبط كده بس. وهنا كانت نهاية الجريمة، ويا ريت اللي وصل معانا لغاية هنا يا ريت نشترك في القناة ونشير طبعا كالعادة المحتوى ده عشان الناس تستفاد، عشان أي أم تبقى عارفة إن ده مصير أي حاجة تحصل. أي أم تبقى عارفة إن حرام حرام. بلاش بلاش بلاش. بناتكم أمانة، بلاش تظلموا بناتكم بس. واللي وصل معانا لغاية هنا يا ريت تشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وأشوفكم القضية الجاية أو القصة الجاية، والسلام عليكم.